يابا السلام عليكم. طبعا أنا مصطفى الخفاجي من محافظة كربلاء، تحديدا من العراق، محافظة كربلاء. أنا أشتغل حلاق هنا باليونان بسولونيك، بالتحديد بسولونيك. أكثر الزبائن تجيني عرب اللي يطلع تهريب لغير بلد، يجي يحلق عندي ويروح يتوكل. فصادفني موضوع البارحة بالضبط، بارحة بالليل صادفني موضوع انه اجوا شباب 3 مصريين حلقوا عندي. فاثناء الحديث تعرف الحلاق يتناقش واحد ويا الاخ ويا الزبون وتعارف يصير. فاثناء الحديث سالته سؤال: منين انت؟ قال لي من الماسور، من فيوم، ما اعرف ايش. قلت له اجى على بالي احنا نعرف المصريين والاردنيين والفلسطينيين كلهم كانوا يشتغلون بالعراق على زمن الطاغية صدام. فسألته سؤال، قلت له انت اكيد ابوك خالك عمك كان يشتغل بالعراق وكان عايشين بالعراق. فقال اي انا ابويا لحد الان، انتبه على هاي النقطة، لحد الان ياخذ راتب من العراق تقاعدي. تعرفون شنو راتب من العراق تقاعدي؟ تعرفون شنو راتب من العراق تقاعدي لو ما تعرفون؟ يعني المصري اللي صار له سنين من شيء 20 25 سنة 15 سنة يشتغل بالعراق، إذا 20 سنة يشتغل بالعراق ولحد الآن ياخذ راتب من العراق. واللي يحزنني قلت له ايش قد المبلغ؟ يقول لي المبلغ ما أعرفه ايش قد، بس أنا ياخذه بالدولار، أبويا يستلمه كل شهر، ولحد اليوم يستلمون رواتب من العراق، إن كان المصري وإن كان الأردني وإن كان الفلسطيني. زين بس سؤال، يعني الشعب العراقي شنو اللي مسوي للحكومة العراقية؟ بس نريد نعرف شنو اللي مسوي. انتم من اي ملة؟ والكونغواويد هي ساقطين. يعني المال العراقي يروح للأردن وللمصر والفلسطين وغيرها وغيرها، مع احترامي للشعوب طبعا، وهذا مو ذنبهم، ذنب الحرامية اللي عندنا، احترامي لهم كلهم، انا مو اساءة لهم، بس ارد اعرف هذا حقنا. ارد اعرف ليش احنا العراقيين شبابنا اللي مهاجر ومتغرب ويدور مستقبل وشغل، واللي شرد من القتل والقمع مال الدولة، واللي قاعد على أرصفة بالعراق يجدي ويمسح جام، اللي عطال بطال الخريج ما عنده وظيفة، واحنا ندز رواتب تقاعدية للمصري والفلسطيني والأردني وما شابه وغير. هذا يصير ومشكولة ذمته يشوف الفيديو وما يشاركه. وأقسم بالقرآن وداعت أوليدي هذا الحكي كله اللي صار البارحة، اللي صار لحد الآن أفكر به، اللي أنا أشوف نفسي أنا خارج العراق أشتغل هنا خارج العراق وعايش بلدي ومتغرب، والمصري والمتمتع بخير المصري والفلسطيني والأردني، وتقولون للعالم ليش تطلعون مظاهرات؟ فهذا الفيديو أمانة الله ورسوله كل تشاركه، خلي يوصل للأكبر عدد من الناس يشوفه. والله اللي يعلم شنو المضموم، الله اللي يعلم شنو اللي دا يصير بالعراق غير هذا الشيء ما نعرفه. كل يوم نكتشف جرم جديد، كل يوم نكتشف فساد جديد. وسلامتكم.